نادي الزمالك زي ما اتكلمنا ان الفترة الأخيرة دي بيحاول يحل مشكلة الفلوس، إيجاد موارد مالية، تحاول تستثمر في كل حاجة موجودة جوه النادي، تجيب لك فلوس. ملف أرض 6 أكتوبر لسه ما اتحسمش لحد دلوقتي. عندك مشكلة مالية فخلاص أنت ملزم ومجبر تحل المشكلة ديت في أسرع وقت. من ضمن الحاجات اللي وصلتني رجل أعمال عربي داخل بيتكلم مع مسؤول نادي الزمالك ويستثمر في احد الامور داخل نادي الزمالك. اعتقد لو المشروع تم هيفرق جدا مع مسؤول القلعة البيضاء، وهيحل الامور المالية نوعا ما مع مسؤول نادي الزمالك. الامر دلوقتي ما بين رجل الاعمال ومسؤول نادي الزمالك حالة من المشاورات والنقاش بين الطرفين. اعتقد الزمالك في حاجة ان انت تستثمر وتستفيد من كل الموارد المالية الموجودة بالنسبة لك. خلاص موضوع ارض اكتوبر ما ينفعش انت تفضل قاعد مستني، لا انت ملزم زي ما بقول لك تلاقي حلول، تفكر في امور خارج الصندوق. ففي مشروع انا باكد لك اهو تاني، الكلام ده مش هتسمعه في حتة تانية. في مشروع او هنقول يعني الوصف الادق، رجل عمل عربي انا عارف اسمه بس حفاظا على السرية واحتراما مش هنتكلم في اي تفاصيل خالص لحد ما الموضوع يتم. رجل الاعمال العربي مع مسؤول نادي الزمالك، وممكن يعني الراجل عايز يستثمر في ملف ما. ان شاء الله الموضوع يكمل، الموضوع يتم ويخلص على خير، ويساعد بشكل كبير جدا، او يعني ان شاء الله ان شاء الله مع الملف ده مع الملفات التانية اللي الزمالك بيتحرك فيها تساعد بشكل كبير جدا حل الازمة المالية في اقرب وقت.